بعبع الكورتيزون. كلنا تقريبا اول ما بنسمع كلمة كورتيزون بنخاف، بس هل يا ترى هو بعبع زي ما ناس كتيرة فاكرة؟ ولا هو بطل منقذ لو استخدمناه صح؟ الكورتيزون هو مش نوع دواء واحد، ده مجموعة أدوية بتشبه هرمون طبيعي بيطلع من الجسم اسمه الكورتيزول. الهرمون ده مسؤول عن مقاومة الالتهابات، تنظيم المناعة، التعامل مع التوتر. تقريبا في معظم الحالات اللي الدكتور بيكتب فيها كورتيزون بيحاول يوقف التهاب قوي أو يحسن حالة محتاجة تدخل سريع، زي الربو، الحساسية الشديدة، أمراض المناعة. طب ليه الناس بتخاف منه؟ لأنه هو فعلا لو أخدناه غلط أو فترات طويلة ممكن يعمل مشاكل زي زيادة الوزن، ضعف المناعة، ارتفاع الضغط والسكر. لكن لو أخدنا الجرعة صح وتحت إشراف الطبيب، الكورتيزون بيكون منقذ حرفيا، ينقذ حياة، يرجعك تتنفس طبيعي. الخلاصة الكورتيزون مش عدوك، ده سلاح قوي في ايد الدكاترة، بس لازم نستخدمه صح، ويفضل انك تسأل الدكتور او الصيدلي قبل ما تبتدي كورتيزون او توقفه. اكتبوا لي في الكومنتات التجربة بتاعتكم مع الكورتيزون، وما تنسوش اكتبوا لنا في الكومنتات المواضيع اللي عايزانا نتكلم فيها الحلقة الجاية. انا بيتر واصف، صيدلي مصري من شبرا عايش في كاليفورنيا، ودي شبرا فونيا. اشوفكم الفيديو اللي جاي.